نيجي للسناب، بيشتغل في الاورثوجرافيك. عشان تشغله ممكن تدوس عليه هنا، او ممكن تدوس اس زي ما هو ما بيطلع لك كده الاختصار بتاعه. طيب دوس كليك يمين عليه هيفتح لك القايمه بتاعته. طب السناب اول ما تفتحه بيبقى عامل كده بالمنظر ده بالظبط. بتعمل ايه؟ انت مش عايزه يسناب على الجريد، انا عايزه يسناب على الفيرتكس والاند بوينت والميد بوينت. لا انا بشتغل بالطريقه دي كهشام. ده بقى بيعمل ايه؟ لو انت مسكت واي حركه في اتجاه واي، وجيت عملت سناب ومسكت السناب كده، هتلاقي ان هو لسه بيتحرك في اتجاه واي، ما بيتحركش في اتجاه اكس نهائي. تمام؟ حرك واي ما بيتحركش اكس. ده ليه؟ عشان احنا معلمين لو احنا شلنا العلامه دي وجينا نمسك ده كده وبعدين جينا نمسك السناب، هتلاقي ان هو بيتحرك معاك في كل الاتجاهات عادي. يبقى العلامه دي مهمه جدا بالنسبه لنا واحنا شغالين، عشان نقدر اننا نعمل سناب بسهوله كده ما تلاقيش الموديل بيلعب معاك. ده السناب بتاع الموف. في سناب تاني للروتيشن بنشغله بحرف الاي، الشورت كات بتاعتها ايه، او ندوس عليه هنا انجل سناب، تلاقي كاتب لك حرف الاي بيلف معاك 5 درجه. 0 انت بدات تروتيت 5 10 15، فانت عشان تجيبه 45 يبقى 45 كده بس.